بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مملكة النادي الأهلي. فيديو جديد على القناة، أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 6/4/2019. النهاردة إن شاء الله الساعة 3 بتوقيت القاهرة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة ويحقق الفوز علشان تكون مباراة العودة يوم 13 إبريل سهلة على النادي الأهلي ويصعد للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. لو لسه حضراتكم بتشوفوا قناة مملكة النادي الأهلي لأول مرة، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل يوم ملخصات بنعملها عن أخبار النادي الأهلي، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان تساعدونا في نشر الفيديو على اليوتيوب. الملخص فيه أخبار كتير جدا كلها بتصب في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي. أرجع لكم إن شاء الله وأشوفكم بعد نهاية الملخص والتقرير القادم. موعد مباراة الأهلي وصن داونز ضمن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا السبت 6 2019 في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورتس اتش دي 1. لاسارتي هدفنا الفوز على صن داونز رغم الظروف ولا مشكلة بشأن الأمطار. أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي أن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا تعد مهمة للغاية، خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة. وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب. وأوضح المدرب أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب أفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الأفريقي بنجاح. وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط، هما مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام صن داونز، وأن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتابع الأهلي يخوض مباراة كل 3 أيام، حيث واجه الزمالك في ظروف صعبة وبعدها خاض مباراة الاتحاد التي كان الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب بطولة الدوري العام. وأنهى لاسارتي تصريحاته مؤكدا أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب أفريقيا عن تحقيق الفوز رغم كل الظروف المحيطة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد لقب البطولة الأفريقية. مدرب صن داونز يعلن 4 غيابات أمام الأهلي وعودة باقة. أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أن فريقه سيدخل مباراة الأهلي مفتقدا خدمات 4 لاعبين، لافتا إلى أن لاعبه باكاماني مهلمامبي باكا سيكون متاحا في مباراة السبت. المدير الفني لصن داونز قال في تصريحات عبر صحيفة سبورت 24 الجنوب أفريقية: أنتوني لافور لن يكون متاحا في مباراة السبت بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم. وأضاف: لافور يعاني من إصابة في الركبة تتطلب لجراحة، في المقابل يعاني جيرمي بروكي من إصابة في الفخذ. وتابع المدير الفني لفريق صن داونز حديثه عن الإصابات قائلا: ريكاردو ناسيمونتو وأوبري نوجاما غير متاحان أيضا في مباراة السبت بسبب المرض. وكشف موسيماني أن لاعبه باكاماني مهلمبي باكا سيكون متاحا في مواجهة فريقه السابق الأهلي بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها خلال الأسبوع الحالي. وكان باكا 21 عام تعرض للإصابة في أوتار الركبة يوم الاثنين الماضي، حيث كانت تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة الأهلي بحسب تقارير صحفية من جنوب أفريقيا. الجدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي صن داونز مجددا في لقاء الإياب يوم 13 من شهر إبريل الجاري. مران الأهلي: جمل خططية من لاسارتي وتدريبات فنية قوية لحراس المرمى. خاض الأهلي عصر اليوم الجمعة مرانه الأخير على ملعب لوكاس موريبي استعدادا لمباراتهم في الثالثة غدا السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وخصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بعض التدريبات التكتيكية للاعبي الفريق في المران الأخير استعدادا لمواجهة صن داونز. وحرص لاسارتي على إيقاف التدريبات أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الأهلي من خلال بعض المحاضرات النظرية السريعة. وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي حارس الفريق الأول تدريبات فنية قوية في المران الأخير، حيث حصل الثنائي الشناوي ولطفي على بعض الوحدات التدريبية المتنوعة ليعلن الثنائي جاهزيته لمواجهة الغد. وشهد المران بعض التدريبات البدنية قبل أن يخضع اللاعبون لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي. سعد سمير: سنواجه صن داونز بروح عالية والدليل مباراة الاتحاد السكندري. قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي إنه ورفاقه سيخوضون مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بروح عالية، مستشهدا بما حدث في مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام. وأضاف سمير من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم الجمعة في جنوب أفريقيا: مواجهة صن داونز ستكون صعبة،
مشددا أنه سيخوض المباراة بروح عالية. وأكمل سعد سمير: سنبذل قصارى الجهد من أجل الفوز على صن داونز كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري والتي حسمها اللاعبون بروح الفانلة الحمراء. هذه الروح تبقى موروثا لجميع الأجيال منذ نشأة النادي عام 1907. ووصل سمير أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني يحترمون لاعبي صن داونز والجهاز الفني، مردفا أن الجميع جاهز وعلى قلب رجل واحد. واختتم قلب دفاع الأهلي بالتأكيد على جاهزية عناصر الفريق لمباراة السبت بغض النظر عن هطول الأمطار. رسالة بريتوريا: الأهلي تحت الأمطار مجددا وتذاكر دخول لغير مرتدي قميص صن داونز. هطلت الأمطار بغزارة شديدة صباح الجمعة على بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل 24 ساعة من مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها 3 عصر السبت. وتشير التوقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار على أن تواصل سقوطها بغزارة غدا السبت. ومن جانبها قامت إدارة نادي صن داونز بتخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي من 100 راند عملة جنوب أفريقيا إلى 20 راند فقط من أجل تحفيز الجماهير للحضور بكثافة لملعب المباراة. وأصدرت إدارة النادي قرارها بفتح أبواب الملعب مجانا للجماهير بشرط ارتداء القميص الأصفر الذي يرمز إلى لون قميص صن داونز، حيث يسبق المباراة احتفالية خاصة بالنادي. وشهدت الساعات الماضية في بريتوريا محاولات من جانب إدارة صن داونز لتحفيز الجماهير للحضور بكثافة للضغط على الأهلي ولاعبيه قبل المباراة المرتقبة. ويقع ملعب لوكاس موريبي الذي يحتضن المباراة على بعد نصف ساعة تقريبا من مقر إقامة بعثة النادي الأهلي في بريتوريا. السيدة صاحبة سبب مرتضى: أنا مجهزة له مفاجأة هتخليه مرعوب. في تطور جديد للمشاجرة التي حدثت داخل النادي النهري التابع لنادي الزمالك أمس، أكدت السيدتان منى وملك محمود حمدي أنهن تلقين تهديدات من البعض وتحذيرات من آخرين بعد واقعة مشاجرتها مع رئيس الزمالك. وقالت ملك الشهيرة في النادي باسم مروة الحلواني في تصريحات خاصة للوطن سبورت: تلقيت اتصالات بالتحذير من أن يتم تلفيق قضية مختلفة ضدي أو أن يتم تأجير بلطجية للاعتداء علي، وتم تحذيري من النزول من منزلي حتى لا أتعرض لأذى. وأوضحت ملك أنها من أسرة محترمة ولا تقبل كل الاتهامات التي ساقها رئيس النادي، وأنه يحاول عمل فرقعة للتغطية على فضيحة التعدي عليها وعلى شقيقتها، وأنها لن تترك حقها وتتمسك بالمحضر الذي حررته عبر شرطة النجدة. عضوة الزمالك مجهزة مفاجأة لمرتضى هترعبه. يذكر أن رئيس النادي مرتضى منصور كان قد اعتدى على العضوة وشقيقتها، وذكرت ملك أنه غضب عندما شاهدها تضع قدما على الأخرى في النادي ولم تقف عند مروره، وبالتالي قام بالتهجم عليها وألقى السجائر والولاعة في مياه النيل قبل أن تقوم السيدتان بتحرير محضر في الشرطة ضده. الجدير بالذكر أن السيدتان حررتا محضرين لرئيس النادي برقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة. الظاهر المستبعد يدخل حسابات لاسارتي في موقعة صن داونز. يدرس الأورجياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي الدافع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق في جزء من مباراة صن داونز المقرر إقامتها السبت. ويأتي تفكير المدير الفني في الدفع بوحيد في جزء من مباراة الغد لتجهيزه لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري العام والمقررة الأربعاء القادم لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، والذي حصل على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين. ويسعى لاسارتي لتجهيز محمود وحيد ذهنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات قبل مواجهة مصر المقاصة، خاصة وأن الأخير بعيد عن المشاركة في المباريات الأخيرة لتألق علي معلول من جهة وتعرض وحيد لبعض الإصابات الخفيفة مؤخرا، حيث يفكر في الدفع به إذا صارت الأمور بشكل جيد في مباراة الغد. الخطيب يعلق على فضيحة مرتضى منصور ويطلب هذا القرار. علق الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب على الفيديو الذي انتشر بالأمس لمرتضى منصور وهو يقوم بسب أحد عضوات نادي الزمالك ويوجه لها ألفاظ خارجة، وقام بقذف الموبايل الخاص بها في النيل ووجه لها اتهامات بأنها كانت تتعاطى الحشيش. وقال الخطيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قلة الأدب والألفاظ الخارجة وشتائم دخلت قاموس الرياضة بالصوت العالي، وآخرها كمان الشبشب والحشيش ولسه. يا ترى في إيه تاني؟ بالله عليكم مش مكسوفين رياضة مصر توصل للمرحلة دي وانتم بتتفرجوا عليها فاضل كيل؟ وكفاية صمت عشان الرياضة تعيش، السرطان لازم يتم استئصاله. ومن جانبه قال الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان: لا يمكن أن أتجاهل ما فعله رئيس الزمالك مرتضى منصور مع العضوة المحترمة ميسة محمود حمدي خليل رقم العضوية 25733 وشقيقتها العضوة ملك محمود حمدي خليل رقم العضوية 41033، واللتان حررنا محضر شرطة رقم 2099 لسنة 2019 بعدما تعرض لهن رئيس نادي الزمالك ونال ما نالاه من إهانات طالت جهات سيادية في مصر وقللت من قيمة المرأة المصرية التي تحظى برعاية وحماس الرئيس شخصيا. عبد الناصر زيدان ظاهرة مرتضى منصور مستعصية الفهم. وأضاف عبد الناصر زيدان كمان: لا أستطيع أن أتجاهل القرار الشجاع لرجل الأعمال المصري حسن راتب مالك قناة المحور
والذي فسخ عقده مع مرتضى منصور، والذي كان يحمل ظاهريا اسم الزمالك العظيم، والزمالك وجماهيره منه براء. لقد فضى الكيل بكل الناس في مصر، وباتت ظاهرة مرتضى منصور مستعصية الفهم على الشعب المصري، وكرهنا كل من يسأل عن من يحمي مرتضى منصور، وتعبنا مع الدولة ومش فاهمين حاجة، ومن الحيرة بنستغرب ونردد في المقاهي والبيوت مع بعضنا البعض كلام مش مفهوم. لو الدولة هي التي تحمي مرتضى منصور، لماذا لا تغلق له المنابر الإعلامية وتحاول جاهدة إخلاصه، لأنه سليط اللسان يسيء لكل مصري بألفاظه الخارجة عن الأخلاق والنص، وعندما تفعل ذلك يصفق لها كل الشعب. ولو الدولة لا تحمي مرتضى منصور، فلماذا تترك مجلس النواب يخرج لسانه لكل مصر ويرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور النائب البرلماني الذي طالته الاتهامات من خلال لوائح اتهام مصدرها النائب العام محامي الشعب الشريف؟ وكمان لماذا لا يطبق عليه القانون ويسب ويلعن على مرمى أعين كل رجالة الدولة؟ مشاهدينا الكرام، وكالعادة في نهاية الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو. لو لسه أول مرة جديدة على القناة يا ريت تعمل اشتراك فيها وتفعل الجرس. أشوفكم بكرة إن شاء الله مع ملخصات وأخبار جديدة عن النادي الأهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.